اهلا البنات، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الكيكه جد بسيطه بالبنان. كما كتعرفوا دابا البنان الحمد لله راه موجود متوفر عندنا في البلاد وبثمن جد مناسب. غادي نحضروا واحد الكيكه بالبنان وبالشكلاط وبالكاع، كتجي رائعه بزاف. اول حاجه غادي نبداو بسم الله. غنديروا 4 بيضات، الا كان عندكم مول كبير، الا كان مول صغير ديروا غير 3. غندير كاس سنيده حيت عندي البنان حلو، ما درتش كاس ديال العنبه كبير، درت غير واحد الكاس متوسط. غادي نحرك مزيان. هنا غادي نضيف كاس ديال عصير برتقال عصرته. يمكن لكم تعوضوا كاس ديال الحليب اولا بدانون عادي. غنضيف كاس غير مملوء زيت نباتيه. الا درتو الحليب يمكن لكم ديروا مع ساشي ديال الفاني اولا دانون حتى هو تديروا مع ساشي ديال الفاني بالتنسيق. غنخلط مزيان. هنا غادي نحتاج 3 ديال البنانات كما كتشوفوا. يكون البنان كيكون طيب، غادي نمعسهم ونطلقوه من بعد. غندوز دابا غادي نضيف واحد القبصه ديال الملح في الخليط، ما تنساوش الملحه. صافي هنايا معكسي دوك 3 ديال البنانات، انا عندي كبار، الا كانوا صغار ديروا 4. غادي نضيفهم هنا للخليط. من الاحسن ما تمعكمش تبغيو ديروهم، اولا معكتهم قبل ديروا لهم شويه الحامض باش ما يكحالش، حيت البنان كيتاكسد. نخلط مزيان. صافي غنبدا نضيف الدقيق اللي ديجا مغربلاه، وغنحتاج 3 ديال الخمارات كل واحده من فئه ديال 8 غرام. نخلطوا بعدا هاد البنان. صافي نجيب واحد المعلقه باش نبقى نضيف الدقيق، تقريبا واحد 3 الكيسان، المهم بين 2 كيسان ونص حتى 3. غنزيد واحد شويه ديال الدقيق. صافي وغادي نضيف معاهم خميره الحلويات. الا كنتو شاكين انها تكون فيها حبيبات، الا كانت عندكم قديمه من الاحسن انكم تغربلوها. 3 كما شفتوا. غنخلط دابا الخليط. كيفاش غير كيبان لكم بحالكم مدير، راه غير البنان هذاك ماشي الدقيق. غنزيد كما كتعرفوا الكيك ما خصوش يكون خفيف بزاف باش ما يهبطش لنا في الفران، ما يكونش عاوتاني ثقيل بزاف باش ما يجيناش معجن ويجي بحال الخبز، يعني خصو يكون ما بين وبين.
نجيب دابا المول اللي غادي ندير فيه الكيك ونكمل معكم مراحل. انا غادي نستعمل هذا المول هذا الطويل كما شفتوا، كيعجبني في الكيك ديال البنان، يعني اغلب الاوقات كنستعملو. ديروا اي مول عندكم كي لكم تستعملوا. خديت خليط من العجين، فانا ضفت ليه شويه ديال القطرات من الخل. ديما ضيفوا الخل مع الخميره ديال من ورا الخميره ديال الحلويات باش كتفاعل وكيعطي كيجي الكيك ديالنا مفشفش وكيجي ناجح. هنا خديت واحد كاس من الخليط، ضفت ليه بودره الكاكاو صافي. وانا غادي ناخذ شويه ديال الكركاع باش نضيفها للكيك كيجي زوين مع البنان. وانا غادي ناخذ هذوك الحبيبات ديال الشوكولات، انا عندي هادو غادي نستعمل كنديرهم في لي كاب كيك وغادي نستعملهم دابا في الكيكه. المهم باش كما كتعرفوا الوليدات راه كيبغيو بحال كون نحلقوا شويه الكيكه باش كياكلوها وكتعجبهم. غادي دابا ندير الخليط بسم الله. نهز ايدي شويه الفوق ونبدا نوضع في الخليط. غنخلي واحد شويه باش نوضع دابا هذا الاخر اللي درت فيه الشوكولات، هذاك غير بودره الكاكاو صافي. نوضع بشكل عشوائي هكا. كيجي زوين هذا الكيك، جربوه. دابا الحمد لله البنان راه موجود، نستغلوا الفرصه ونديروا لي كيك بحال هكا كيكونوا صحيين، خصوصا درتو فيهم عسل برتقال وفيهم البنان، كيجيو غنيين بزاف ديال الفيتامينات. غنضيف دابا الخليط الاخر الفوق. هنا غادي نضيف الكركاع من الفوق بشكل عشوائي طريفات. الا ما كانش ماشي مشكل ما نديروش، نديرو غير الشكلاط صافي. ولا ما كانش الشكلاط نكتفيو غير بالخليط وتيطيب وندهنوه نزينوه باش ما بغينا. غنضيف دابا هاد الحبيبات ما تنساوش اخواتي ديروا لي لايك وديروا شي كومونتير زوين وتبارطاجيو لا فيديو ديالي وتشجعوني باش نبقى نحط فيديوهات. صراحه راه جاني العكاز وكانت بزاف ديال الظروف واسباب اللي خلاتني مبقيتش كنلوح فيديوهات، ونتمنى من الله تعالى التوفيق وان شاء الله نتشجع ونبقى نحط الفيديوهات باش القناه ديالي تعاود تحرك. كما كتعرفوا القناه الا مبقيتش كتحط فيها فيديوهات صافي راه كلشي تيهبط ليها، السوايع المشاهدات كلشي ما كتبقاش. يعني خاص حتى هي تتبغي الخدمه، يعني اي حاجه بغيتيها تنجح تتبغي الخدمه. الا ميكتي عليها راه غادي تفشل، يعني ما غاديش تبقى طالعه. صافي هذا هو الكيك ديالنا. غادي نشعل الفران وندخلو يطيب تقريبا بحال الكيك العادي كنديروا الفوق العافيه تحت منه. كيبقى واحد 35 40 حتى ل 45 دقيقه. ما نحلوش عليه في الاول حتى كنشموا ريحه الكيك صافي كنعرفوا بانه راه طاب صافي. ونوريكم ان شاء الله الشكل النهائي ديالو. هذا هو الكيك ديالنا بعد ما طاب، كيجي على هذا الشكل هذا، كيجي رائع كما شفتوا مفشفش. كنخليوه حتى كيطيب مزيان وكنهبطوا لتحت باش كيتحمر عاوتاني شويه من الفوق تنردوا ليه البال صافي تنخرجوه. كيجي فيه الطريفات ديال الكركاع وديال الشوكولات، كيجي على قد ما يكون. نخليوه حتى يبرد مزيان عاد يعني حيت البنان تيبغي يتكال يكون بارد حتى كيبرد الكيك مزيان عاد كيطلق هذيك النسمه زوينه. وكنوضعوه في الصحن العادي وكنقدموه مع القهوه ولا مع عسل. نتمنى انكم تجربوه. البنان دابا راه الحمد لله راه موجود، ما تعكزوش على بحال هاد لي كيك الوليدات ديالكم. وليكم حتى نتوما فطروا بهم كلهم في العشيه، يجيو عندكم الضياف حضروهم ليهم. نتمنى ان الحلقه ديالي تنال اعجابكم. ما تنساونيش اخواتي من لايك وشكرا لكم والى فيديو قادم ان شاء الله.